ده ميدان كوتا توا أو المدينة القديمة زي ما الاسم ده معناه باللغة الإندونيسية. ده أول مكان بناه الاستعمار الهولندي، وطبعا غير الاستعمار يخرب بيت الاستعمار في كل وقت ومكان يعني، وبقى المكان اللي بيستمتع بيه أهل إندونيسيا وزوارهم. المكان جميل يعني. ده أنا لقيت نفسي لثالث مرة بجيه في جو هدوء وسكينة جميل سواء بالليل أو بالنهار. زي ما انتم شايفين القاع المساحة الكبيرة دهيت، طبعا حواليها متاحف من كل الناحية دي متحف على يميني وعلى شمالي برضو في متحف، وباقي المباني محافظة على الطابع القديم ما تغيرش فيها حاجة زي ما انتم شايفين. الأجمل من المباني الناس، يعني زي ما انتم شايفين أهل جاكرتا قاعدين اهوت في هدوء وفي سكينة. اللي جاي يتفسح أسرة أو أصحاب أو غيرهم أو زي الشباب اللي بتصوروا ورا دومت، دول موجودين هنا طول الوقت بالليل وبالنهار. اللي لاحظته يعني من مش هقول ان انا خبير في الشأن الاندونيسي، بس من الايام البسيطة اللي لاحظتها هنا ان القاهرة وجاكرتا الى حد ما متشابهين بصورة كبيرة. طبعا المكان ده والليلة دي كلها بتنفض الساعة 9 بالليل. تمام، على الساعة 9 بيبدأوا يندهوا في الميكروفون ده ان هو بيخلق الميدان ده بالكامل. تمام، بس لغاية 9 احنا معانا شوية دقايق. شايفين الناس قاعدة في امان الله، أسر زي ما قلنا، أصحاب. الصبح ممكن تلاقوا حتى حاجات زي مدارس، مش عارف دي رحلات ولا جايين مع نفسهم. بصراحة زي ما قلت القاهرة وجاكرتا إلى حد كبير جدا بالنسبة لي متشابهين جدا في الناس وفي المدن. بس بيزيد عليها إن جاكرتا الموتوسيكلات أكتر بكتير جدا طبعا من القاهرة. التكاتك موجودة برضو، ممكن هتلاقوها في باقي في الفيديوهات اللي أنا عاملها على القناة، مصور شوارع جاكرتا. الشجر هنا أزيد، تمام، مع ان بتتصنف بيقال عن جاكرتا نفس اللي بيتقال على القاهرة، والله مدينة الأكثر تلوث وما اعرفش ايه، وناس لابسة ماسكات وكلام من ده. بس من الأيام اللطيفة ديت المدينة والبشر يعني بنسبة 95% متطابقين مع القاهرة ومع القاهريين. يعني ماليزيا، أنا كنت في ماليزيا قبل ما أجي هنا، والله معروف ماليزيا اللي هما الملايو، 3 أعراق، الملايو والهنود والصينيين. بتعرف كل واحد فيهم ليه طريقة لبس وشكل وتصرف معين. تمام، واضح الهندي شكله ايه والملايو شكله ايه والصيني شكله ايه. تمام، انما التباين الكبير بقى في شكل الناس وفي ازيائها وفي طريقة كلامها وفي طريقة لبسها. تمام، والشوارع ومنظر الشوارع والزحمة ومنظر الناس عند محطات القطر او الاتوبيس او كده مطابق جدا 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 بالنسبة لي للقاهرة. ادي زي ما انتم ملاحظين الاشجار محاوطة كل حاجة، الناس قاعدة في امان الله اهوت بتستمتع بوقتها، اللي بياكل، اللي بيشرب، اللي بيتفسح، اللي بيتصور. لا في رسوم ولا حد مثلا لازم تشرب شاي عشان تقعد ولا الحاجات ديت.
فبصراحة حاجة جميلة. والمكان نفسه فيه يعني أنا تالت مرة ألاقيني جاي له. أول مرة جيت بالصدفة، طبعا شفت فيديوهات عنه على اليوتيوب، بس أول مرة جيت بالصدفة ولقيتني تاني وتالت مرة باجي. المكان بالنسبة لي أحسن من تروح مول بقى والزحمة والدوشة ومش عارف. لا، بالنسبة لي فيه سكينة. وهو كده كده الدنيا دي كلها بتنفض على الساعة 9. عندك مجال بقى لو رايح تتعشى، لو رايح تروح أي مكان تاني. فشايفين طبعا مسموع من أول الفيديو في حد بيعزف وبيغني. في هنا برضو في مؤديين لابسين بقى زي القراصنة، لابسين زي المحاربين من الحرب العالمية الثانية، والناس بتتصور معاهم زي ما احنا شايفين. وده متحف تاني اللي انا مقرب عليه. انا قلت انا شايف لغاية دلوقتي متحفين. الناس بتتصور، الناس بتتفسح، الناس بتنبسط. ربنا يسعد كل الناس. زي ما شايفين اهوت الاخ ده برضو مؤدي. تمام. والاطفال بيتصوروا معاه، والاطفال او كبار مقابل مبلغ بسيط. فيه غيره ده ده اكثر رومانسية. وعلى الساعة 9 بيبدأوا نداء في الميكروفونات ديت باللغة البهاصة اندونيسيا، اخلاء المكان. وبعدها مش ماشي، في ناس هيخلوا المكان وكل حاجة. بيبقى فيه صوت مزعج كده، زي اللي فيكم يعرف فيلم سايكو بتاع هيتشكوك، صوت إيه صفارات انذار بس مزعجة يعني، بحيث تخليك كده كده تضطر انك اصلا تسيب المكان. اكيد في طبعا في حد مختص ان هو يخلي الناس، وفي امن وفي كل حاجة يعني. تمام. ادي المنطقة ديت اللي هي الكوتا توا، ودي زي ما قلت بالاندونيسي كوتا مدينة، توا القديمة، يعني هي المدينة القديمة. كل حاجة زي ما موجودة على الطراز القديم اهوت. المدافع. تمام. وانا يعني طبعا قبل اي حاجة الناس، قبل الاماكن وقبل الاشياء، انا يعني الناس يعني الحمد لله بيقضوا وقت جميل هنا. اعتقد انها خروجة جميلة للاسر او الطلبة، حاجة ما تكلفكش حاجة يعني. حتى في سوبر ماركت هناك اهوت، الاسعار زي في اي حتة تانية، مش بيقول لك سياحي او غيره. وجنبيها برضو اللي جنبه نفس المبنى القديم ده، بس هتدخل جوه هتلاقي اماكن للاكل بقى. عندك اكل شعبي او مطاعم غربية او لا، انا اسف، قصدي على المبنى التاني ده اللي عليه علم اندونيسيا. المدخل بتلاقي جواه مطاعم، منها المطاعم الشعبية او الاكل الشعبي. الاندومي طبعا، الاندومي هنا موجود بكثافة، وهو اصله اندونيسيا، اندونيسيا اندومي. تمام. والكافيتيريا دي غالية طبعا، شفت ريفيوهات عنها. بس جنبها الاندو ماركت. انا كنت بحسب الاندو ديت اللي هي اندومي عاملة ماركت، لا طلعت اندومي. الاندو اصلا تعني اندونيسيا، والاندو ماركت نفس الشيء. وسألت قالوا لي ان هم نفس الشركة دهيت، بقالة عادية وزي بقالات تانية بقى متوسعين في المواضيع. يعني ممكن تاخد سندوتشات سجق، فيه زي سوشي متغلف كده، في الوجبة الأساسية المنتشرة بصورة وبائية هنا اللي هو نازي جورينج، اللي هي فراخ محمرة مع رز. تمام. ادي المحل اهوت اندو مارت، مع حاجات البقالة التانية، مكتوب حتى فتح الله.
مش عارف ده بقى الفتح الله ماركت بتاع اسكندرية، ما اعتقدش طبعا يعني، ما اعرفش، يمكن صاحب البقالة او غيره. تمام. زي ما احنا شايفين، غير ان هي بتقدم البقالة، بتقدم اللي هو الاكل ده. تمام. بأسعار عادية 19 و 900. الجنيه المصري يعمل حوالي 300 وحاجة روبيا. روبيا روشي سندوتشات، سوشي قصدي سندوتشات، حاجات البلد التانية. يبدو بقى اللي هو النداء ده هيبدأ دلوقتي ان هو اخلاء المكان. تمام. وجرس الانذار المزعج. ايوه بدأ بقى، هيفضل الانذار ده بقى لغاية ما الناس تمشي والامن يخلي المكان. مكان جميل، مكان زي ما قلنا فيه سكينة، مكان بالنسبة لي مريح جدا. الاتساع الكبير دوت، الشجر، انا شخصيا بيسعدني لما اشوف الناس مبسوطة. يلا ربنا بدأ الجرس اهوت، كنت حريص ان انا افضل التسجيل لغاية الجرس. أوه. يلا ربنا يديم على اندونيسيا وعلى جاكرتا الامن والهدوء والجمال والسكينة. وهتلاقوا على القناة بتاعتي فيديوهات تانية عن جاكرتا اندونيسيا، عن بالي اندونيسيا، عن كوالالمبور.